يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحه وهنا وراحه بال. النهارده فيديو جديد ونبدا بالصلاه على النبي كده منك ليها. طبعا زي ما شايفين معانا الفراخ البلدي تربيتها حلوه في البيت زي ما قلنا. هنحتاج لحم وهنحتاج بيض. ما بيبيضش معاك هتبدأ تستفيد باللحم. زي ما عارفه انت الكيلو البلدي دلوقتي يعدي 100 وشويه، وبسم الله ما شاء الله البلد يؤكل. تمام، البلد يؤكل بدون اي كلام. طيب بس قبل ما ندخل في الفيديو النهارده هوريكم على حاجه كده. اول ما ببدا بقول صباح الخير، صباح الرزق، صباح الجمال، بعمل شويه تك وشويه حركه هنبدا نعملها كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بس يا جماعه بالله عليكم ريتش عندي نازل، عايزه كومنت حلو من عندك، وعايزه لايك ولايكات يا جماعه على قد ما تقدروا. وعايزه اقول لكم على حاجه، في ناس بتكتب كومنتات سيئه يعني وحشه خالص، حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش مسامحه. تمام، لاني انا ولا اعرفكم ولا انتوا تعرفوني، عشان نبقى متفقين. فاحنا بلاش بقى نتقل على نفسنا ونأذي الناس بايه، بكومنتات سلبيه. تمام. طيب بصوا انتوا زي ما شايفين الاول عملت طبعا العصيده بتاعنا عباره عن ايه؟ شويه عيش عندك على او اكل يتحط في ميه ويتحط بقى على البوتاجاز، تبداي بقى يا جماعه يطيب كده يستوي، تجيبيه فوق تحت تحت فوق. بعد ما هتخلصي تمام هترمي بقى عليه شويه الرد، وبعدين بقى شويه العلف، وبسم الله ما شاء الله مش محتاج حاجه تاني خالص. تمام زي ما انتم شايفين اهو. طب انا بعمل ايه اول ما بصحى؟ بعمل كده، بطلعها سخنه. اهم حاجه دلوقتي شتاء، فاحنا محتاجين الحاجه تكون سخنه كده وحلوه عشان تدفي ايه، الحوصله بتاعت الطيور. تمام. السر بقى ان الفرخه معاكي ما تتعبش معاكي وتبقى كده همدانه. بصوا يا جماعه السر في شويه العصيده السخنه دي. طبعا بيعملها ايه بنات الاقصر طبعا، منها بقى المراكز اللي جوه، وناس جنة وفرشوط، والناس العسل دي ناس زمان. يعني لو ست قلت لها عصيدة الطير دي هتقول لك تعالي يا ست انا هقول لك دي فوائدها ايه. بتخلي الفرخه عندك 3 كيلو، قسما بالله زي ما بقول لك كده. اللهم بارك اللهم بارك، يعني حاجه فوق الخيال. بعد ما بخلص ببدا ان انا اطلعهم اهو، لسه دلوقتي جايبه لهم العصاده اهو وعامله لهم. ببدا اجيب بصل على الريق، بصل على الريق، وبها العلف ما كان هحطها فوق عشان لما بمسح لقيت ان هو بيبدا يدعك معايا، بحطه تحت، ما بحطوش سخن. بعد ما انزل العصيد ببدا ان انا احط لهم ايه، العلف اهو زي ما شايفين. شويه كيس املاح، بلاقيه في كيس العلف اللي هو علف يا جماعه، علف الاخلاص، بيديكي كيس من جوه كيس املاح على 10 كيلو. انا زي ما بقول لكم كده سجل بقى عشان منك ليا ما حدش هيقولك الكلام ده. تمام. وببدا انا بجيب اللي فوق تحت وتحت وفوق، اللهم صل على النبي، زي ما انت بتشوف كده اهو. وببدا ان انا اديها سخنه، شويه بصل على شويه تومه، يعني والله العظيم بسم الله ما شاء الله. طيب زي ما انتم شايفين معانا اهو الديوك طبعا للذبح، وعشان انت لو عايزه تربي ديوك للذبح ما تربيش نتي. سبحان الله سبحان الله، لما عندي خبره الديوك ليها ميزه والنتي كمان ليها ميزه. شوفي يعني سبحان الله، بقول لكم ايه، النتي يا جماعه بتشيل لحم، الديوك ما بتشيلش لحم قد النتي بس بتكبر معاكي. شوفي بقى الفرق، يعني سبحان الله. طب الأحسن إيه بقى؟ أنا عايزة اللي يكبر بسرعة، عايزة اللي يكبر بسرعة. النتي بتشيل لحم أول ما تبدأ تبيض معاك تكمل 5 شهور. الديك قبل ما يكمل 3 شهور بيبقى الديك معاكي فلة كده، بيسخن، بيبقى حامي كده سخن، بيبدأ يفور معاكي فور. اه شايفين؟ الابيض ده ديك، والاسود ده ديك، والبرجيبه ده ديك الشراكسي، والاحمر والاخضر ده ديوك بخليها تكسر، وفي نفس الوقت والابيض ده شايفينه اهو ازرق، وده تعرفي الديك من النتايه اللي فيها عرعور. واحده من متابعين قالت لي عايزه اعرف الفرق بين الديك والنتايه. حاضر، وكانت كاتبه لي في كومنت كمان عايزه تعرف بين النتايه
عليها البيضة امتى. طبعا مستنيه الباشمهندس هيكون فاضي ويبدأ يمسك معايا الموبايل. محتاجة حد يصور ونوريكم الفرق بين النتاية والذكر. وعايز اقولك على حاجة، ارجعي للفيديوهات، انا كنت منزلة فيديو قبل كده، ارجعي بقى لفيديوهاتي اللي قبل كده، كنت منزلة بقى في الارانب، منزلة في الفراخ، منزلة في البط، منزلة في كل انواع الطيور اللي انا مربيتها على السطح عندي. بس ارجعي انت الفيديوهات وشوفي بقى ايه الفرق، هتدوري هتلاقي. تمام. طبعا اللي متابع معايا عارف كده، عارف الحاجة دي. طيب هنا عندي عسل، شوية عسل اسود اهو. طبعا كنت مديهم جرعة ديدان قبل كده، وده بقى العسل الاسود. ببدأ ان انا ايه، بديهولهم كده في علبة صغيرة قد ما يشرب. ببدأ ايه، اللهم صل على النبي، بشيلها من تحت منهم وحط لهم مية طبيعية. اول ما الاقيهم كده ايه، شربوا الحاجة دي زي ما انتم شايفين معانا. هو عطشان كده اهو. بسم الله ما شاء الله. اهو بصوا، مفيش حاجة برميها، انا كله ببدأ استخدمه، سواء علبة عايز تغسل فيها لبن، الأكل اللي فاض مني من التلاجة، أكل البايظ، الخضار، اللهم صل على النبي، بواقي الأكل، الطبيخ مثلا عايزة أكل بطبيخ تمام، بجيب لهم برسيم، الردة شغالة، العيش شغال، كل حاجة. أي حاجة هتبدأي ترميها ربنا يبدأ يحاسبك عليها. الأحسن أي حاجة تستخدميها امسكيها كده وصلي على النبي، أكل الطيور، خليه تاكل، مش هتخسري حاجة. خليه ياكل من أكلك، لأن الأكل من أكلك ده بيبدأ يرجع الطيرة هتاكليها بعد منه. فالأحسن تكون أكلة نظيفة وأكلة حلوة أهو. طيب هنبدأ بقى نحط الصغير أهو، اللهم صل على النبي أهو. هنقوم بقى أجيب العلبة بقى للطيور الصغيرة دي، شايفين أنا مربيها. وفي ميزة ببدأ أعملها، لو أنت ملاحظة معايا في الفيديوهات برضو، إن أنا كل عمر ليه غير عمر التاني، ما ربيش أعمار مع بعض، لا يمكن، مستحيل. 20 كده، 10 كده، 5 كده، شايفها الصغيرة اهو. والطيرة الكبيرة بتربي الطيرة الصغيرة. لازم لابد تعملي كده. يعني الأعمار دي اللي بره بتبيض، في أعمار ما لسه ما بيضتش، شهر تاني أو 2، في الكفاية شهر 3 شهور، يعني كل حاجة أكبر من التانية بشهر اهو. كده البيضة معاكي مش هتقطع معاكي في البيت، وبتبقى بسم الله ما شاء الله الحاجة يعني حلوة. اللهم صل على النبي. طبعا يا رب كده تكوني استفدتي من الفيديو ويكون عجبك، وكومنت حلو ولايك، وانتظريني يا غالي في فيديو تاني، اللي هو بقى هبدأ ان انا انزله، بس ما حدش يرجع تاني يقول فيديو تاني بالله عليك. السلام عليكم ورحمة الله.